السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كنشارك معكم واحد الوجبة اللي كتوجد في واحد الوقت قصير دغيا، كتوجد بالزربة. الناس اللي عندهم وليدات هكا في حالي ما كيكونش عندهم الوقت بزاف، اولا الناس اللي خدامين تصلح ليهم، قلت علاش ما نشاركهاش معكم. والوليدات الصغارين كتوجد بالزربة، ومن عام ونص ولا عام و4 شهور هكا، يعني الوليدات كنعطيوها ليهم ياكلوها. كتكون من الدجاج وطريفة اللحم والفلفله كيف ما كتشوفوا معايا باللوينات، شويه د الملحه وزلافه ديال الروز. هذه وجبه عائليه كتخص العائله كامله، يعني واحد 6 الاشخاص اللي غادي ياكلوها، وكتوجد خفا زربا. خديت اللحيمه هنا قطعتها طريفات صغيورين باش طيب دغيا، وخديت واحد المقله اللي عملت فيها شويه الزيت صافي، وغادي نشحر هاد الطريفات ديال اللحم بشويه ديال الثومه، وغادي وشويه ديال الملحه، وغادي نشحرهم هكذا مزيان على البوطه مهيله، تكون قليله حيت كيطيبوا عي في المقله. وهنا كنغطيهم، وجيت نقطع الفلفله هكا طريفات صغارين اللي قدر زياد واياد ياكلوها حتى هما يا الوليدات، يعني من عام ونص عام و4 شهور هكا حتى عام نقدروا نعطيوها ليهم. يكونوا عي طريفات صغيورين بزاف. منين تشوفوا الوليدات ديالكم يعني قدروا ياكلوا الحاجه اعطيوها ليهم، ماشي مشكل. هنا خديت الفلفله باللوينات وفلفله خضراء قطعتها، والبصله حتى هي قطعتها، وكل شيء في مقله وحده حيت وكله سريعه. هذه دغيا كتوجد حتى هي كندير لها شويه الملحه، وغادي نزيد فيها شويه ديال الثومه، وكنشحرها في شويه الزيت ونغطيها ونخليها طيب. وهنا جيت خديت الكوكوط حتى هي بالزربه، وجدت فيها شويه البصله مقطعه هكا، وقطيرات ديال الزيت حتى هي شويه الملحه، وغادي ندير معها نحركها مزيان مزيان حتى تشحر ديك البصله باش كتطلق لينا المذاق، واحد المذاق زوين كيجي في الروز. غادي نطيب بها الروز ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهنا الثومه صافي، هاد الماكله كامله ما كتحتاج غير الثومه وشويه الملحه، واللي بغى يزيد شويه السنجبيل وشويه ديال الابزار. وهاد الاكله كتسمى الماكله يعني ديال الشينوا. الشينوا هما اللي كانوا معروفين بها ومعروفين كيديروا الصوجه بزاف، ولكن زيادوا اياد وليدات صغارين ما صالحاش ليهم الصوجه، ما كنديرهاش وما عندنا لاش، يعني حتى حنا ما كنبغيوهاش. خديت عاود طريف ديال الدجاج كنقطعو، خديت الهيكل ديالو ها هو نزلته في الطنجره، كنحاول يعني عي يطلق لينا داك اللذه ديالو مع البصله. وهنايا زدت الزلافه د الروز، وغادي نحركهم شويه باش يشربوا شويه ديك العطريه وداك المذاق ديال البصله اللي حركت. وهنايا يراه يدي هنا ويد هنا، كنزيد نص كاس ديال الماء فوق هاد الفلفله من مورا ما تشحرات، حيت هذه هي لاصوص اللي كتكون ديال الروز. غتشاهدوها في الاخر معايا كيفاش كتكون. وهنايا الروز حتى هو غادي نزيد فوق منه الماء مورا ما تشحر، وطلعت فيه ديك الريحه ديال البصله مع ديك الطريف ديال الدجاج. جوج زلافه ديال الروز، جوج زلافات ديال الماء، وكنسد عليه كي يغلى. كنحسب له 7 دقائق. الروز كيكون طايب في 7 دقائق كيكون واجد. واللحم هنايا حتى هو ما كياخذش الوقت. صافي دخلوا الطياب مزيان، كنزيد عليه الدجاج، يعني بلا ما نبقى نطيب الدجاج بوحدو واللحم بوحدو. صافي كل شيء هنا كيطيب في مره واحده، الدجاج واللحم خليهم يطيبوا مزيان. كنزيد فيهم شويه الماء، هذه هي يعني المريقه ديالهم باش مرقتهم. والبوطه دائما تكون مهيله، يعني البوطه قليله بزاف باش كيطيب هذا الشيء لينا مزيان، وكيجي فيه غير شويه ديال المريقه بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا. دابا الاكل واجد، كيوجد خلال واحد 7 دقائق ولا 10 دقائق كيكون واجد، ما كياخذش لينا الوقت، يعني اكله سريعه. هنا راني صافي كنوجد لزياد واياد باش ياكلوا. غادي ندير لهم واحد التقديم هكا بسيط، كنتمنى يعجبكم حتى نتوما وتقدموه مع وليداتكم، حيت الوليدات صغارين كيبغيو هكا
التغيير ويشوفوا شي حاجه بحال نونوس، شي حاجه بحال هكا حقطيطه، شي حاجه هكا بحال الرسومات كتعجبهم كيبغيو يشوفوها. هكذا فضلت نقدموا لهم بهذه الطريقه. عيب الخضر نيت بالفلفله نيت راني زوقت لهم هكا هاد الوجيه اللي صايبته بواحد الاطار، ووسط منه كانوا الحمى والدجاج، وهنا كنحاول نزوقهم بحال هكذا صافي باش يعجبوهم. وكنتمنى تجربوا هاد الماكله نتوما مع الوليدات ديالكم، واكله راها عائليه ودغيا كتوجد ما كتاخذش الوقت. وهنايا جيت عاوتاني نهار اخر طبعا كنوجد مع زياد واياد واحد الكاب كيك اللي مالحين. هنا زياد واياد كتشوفوهم دخلتهم معايا للكوزينه، عندهم الكروسه ديالهم ربطتهم جالسين فيها ممانسين معايا، وفي نفس الوقت يعني كيشاهدوني شنو كندير. وباش ما يقنطوش خديت هنا عندي بطاطا وعندي قريعه هكا، وهنا المول يعني فاش غادي نطيب ليهم الكاب كيك ديالهم، وفرماج حمر. والروز هنايا كيمشي على حسب الروز اللي خديته وطحنته هكذا، خديت الدقيق ديالو. وهنايا جوج البيضات، وهنايا طريف ديال الفرماج، وهنايا واحد دانون طبيعي صافي. وغادي نبدا نوجد ليهم الكاب كيك. نتوما تقدروا تعملوا غير نصف الكميه حيت خرجوا تبارك الله كميه كثيره. اللي ما عندوش الاطفال صغار تعملوا غير نصف الكميه ولا ما تكثروا بزاف. هنا خديتهم كنحكم في حكاكه رقيقه وزدت فوق منهم جوج البيضات، وغادي نحاول نخلطهم هكذا مزيان. وكنزيد فوق منهم هاد الجبن يعني الفرماج ودانون، وكيجيو فيهم واحد المذاق حتى هما كيجيو فحال اللي كيش، وهما كيعجبوا الدراري الصغار. واللي زوين في هادو يعني من عام تقدروا تعطيوهم لوليداتكم، من عام، من 8 شهور، من 9 شهور تعطيوهم للوليدات ديالكم. هنا الروز على حسب الخليط، يعني يقدر يهز لكم كاس ديال الروز، يقدر يهز لكم ما عرفتش شحال يعني القياس، حتى تشوفوا نتوما جاو على شكل فحال الكيكات يعني عاديين. ها نتوما غتشوفوا العجين كيفاش جا. والدقيق ديال الروز راني خديت غير الروز وطحنته مزيان حتى حصلت على الدقيق ديالو باش خلطتهم صافي، باش جمعت هاد العجين هكا غير بدقيق ديال الروز صافي. وجدتهم هكا الوليدات ديالي، تقدروا تعطيو لهم هكا في العشيه اولا في وسط الوجبات يعني مورا الغداء اولا في وسط الغداء اولا مورا الفطور بحال هكذا. ملي كتكون شي حاجه في الدار حنا مره يعني كنعطيوها للوليدات وكنعاونوا هكا، ما كنبقاوش كلشي من الزنقه، مره كنشريو من الزنقه ومره كنوجدوا شي حاجه في الدار. اللي عندهم تويميين راهم عارفين وكيحسوا كتار بهذا الشيء. وشكرا لكم. ها هما هنايا زياد واياد اللي نوجدوا لهم الكاب كيك، طلقتهم من الكروسه وغاديين ياكلوهم بوحدهم، حيت كنحاول نخليهم يعتمدوا شويه على نفسهم وياكلوا، خصوصا الا كانت شي حاجه بحال هكذا يعني اللي ناشفه ما غاديش يخويوها على حوايجهم ولا شي حاجه. وشكرا لكم وتبارك الله عليكم. اللي ما عندوش الوليدات الله يرزقوا الوليدات، واللي عنده الوليدات يا ربي يتعاونوا عليهم وتعطيه شي رزيق باش يكون معاهم والصحيحه يا ربي، حيت هي كل شيء. وشكرا لكم على المشاهده. الله يحفظ لكم وليداتكم جميعا. وهذا هو الشكيل ديال الكاب كيك ديال زياد واياد. هاي عطيني هادي. ارى ماما، ارى ماما، ارى ها هي فلفله باللون اورانج جون روج فيغ، الكروسه ديالهم One, two, three.